بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أباطيل صيام عاشوراء. لقائي بكم اليوم بعنوان أباطيل صيام عاشوراء. من البداية أقول لكم التشيع صناعة سنية. طبعا هاي كنت أقولها منذ ربما من قبل أيام الاحتلال، بس تأكدت شيئا فشيئا، وكان الكلام هذا غريبا على أسماع أهل السنة. التشيع صناعة سنية، فلولا تواقيع علماء السنة، وليسوا كلهم، لكن البعض منهم يكفي، واحد منهم يكفي وقع يتخذونه حجة. لولا تواقيع بعض علماء أهل السنة على أباطيل الشيعة ما ثبت دين الشيعة. ولهذا أنتم ربما الكثير منكم انتبه إلى مفارقة أن الشيعة حين يحتجون لدينهم يحتجون، يروحون على كتب السنة وعلى علماء السنة ويحتجون بهم، بينما لا تجدون أحدا من أهل السنة وهو يدعو لدينه يحتج بكتاب. ربما بعض المتأخرين من الذين وهت ثقافتهم، ضعفت ثقافتهم من كثرة السهام اللي تصوب عليهم من الشرق الإيراني، ثم صارت السهام من هنا وهناك تنطلق عليهم من الداخل السني والقادم. ما زلت أقول القادم خير إن شاء الله، لكن إذا عملنا وإذا بقينا على ما نحن عليه لا. الثقافة الشيعية، وأقصد بالثقافة يعني هاي العادات والأباطيل والتقاليد، تسمى بالمصطلح الدارج ثقافة، يعني ما تواضع عليه الناس وصار معروفا لديهم. الثقافة تصنع ميلا واتجاها، وللأسف العلماء القدماء يهتمون بالأحكام فقط فيشددون في أحاديثها، أما المناقب اللي هي المدخل الأوسع للتشيع وللأباطيل يقولون لا، ماكو مشكلة، يعني يكون فيها ضعفاء يعني بالسند، ويعني قواعد وضعوا تحتاج إلى تنقية وتحتاج إلى تجديد. لولا تواقيعنا، وشوفوا كتبنا، صحيح أن كتاب البخاري، صحيح البخاري، هو أنقى كتب الحديث. يعني أنت من تترك مثلا البخاري وتأتي حتى على صحيح مسلم، هو أدنى من البخاري في الضبط، لكن ما في البخاري من أحاديث شيعية يكفي لتثبيت الأعمدة النخرة للتشيع، يكفي. تروح على صحيح مسلم تجد أكثر، وبعدين التوسع يكون في بقية الكتب، السنن والمسانيد وغيرها هذه. ولهذا أنا رفعت شعار منذ سنين، قلت كتاب الله القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الخالي من التشيع. وأقول لكم، وهذا مشاهد، لولا داعش والقاعدة ما وجدت إيران والشيعة حجة، ولا وجدت أمريكا وأعوان أمريكا حجة لأن يحتلوا المناطق السنية. فشكلت داعش بحماقاتها وتشددها وتطرفها وأمثالها من المتطرفين، شكلوا حجة لأن تسيطر شيعة إيران وتسيطر إيران على المنطقة ومناطقنا السنية. واليوم يعني في هذه الأيام، اليوم أو البارحة الجمعة رأينا ما رأينا من خطب شيوخ الدين على المنابر
وهنا الحقيقة يعني ما يتجرأ لساني على الطعن فيهم. ليش؟ حقيقة أرأف بهم يعني، وإذا دمعت عيناي فتدمع على هؤلاء الشيوخ المساكين الضعفاء. الرعب يحوطهم من كل جانب وما لهم أي حماية، لا حماية دولية ولا حماية محلية. ويصعد على المنبر، وشفتوا هذا يمكن الكل شافه في أحد مساجد بغداد، يدخل واحد، طبعا أنا بالمناسبة دخلوا على مسجدي وأنا ألقي محاضرة قبل الاحتلال، قبل حوالي سنة، بس كان الوضع يساعد، كان الوضع يساعد. وأعطيناهم هؤلاء الذين هاجموني، أعطيناهم درسا في الأدب، درسا في الأدب، لأن كان الجو لا يسمح بمثل هذا. يعني حتى اللي يروح يهاجم حسينيات، وما عندهم مساجد، حزينيات أو حسينيات، يروح يهاجم حزينية من حزينيات الشيعة، ممنوع، ممنوع. أكو دولة تحمي الجميع، مو مثل هذه الدولة تتسمى يعني الحكومة، أو هي ماكو دولة، لا, لا, لا توجد دولة، نقول ذلك كواقع حال. دولة تتكلم باسم العراق أو حكومة باسم العراق وهي فارسية إيرانية، مو 100%، لا مو 100%، 10,000%. يجي واحد يقتحم مسجد لأهل السنة ويريد من الخطيب يقول له انزل، يريد ينزله من المنبر. الخطيب أول مرة يعني أطلق كلمات يعني يقصد بها أنه هو لا يستجيب. بعدين اشتد الأمر، ماذا فعل هذا الخطيب المسكين؟ قام يلعن بيزيد بن معاوية. طيب شنو علاقة يزيد بالموضوع؟ العن يزيد يمكن ومعاوية وياه، بس يزيد بن معاوية يجيبه يلعن المسكين. ما أدري يعني أنقهر عليه. وكثيرون طبعا أنا شفت خطب الجمعة يوم أمس، يعني خطب مؤذية مؤذية. تجد الخطيب هو وعمامته والله واضح، واضح، ما أدري شو أسميه، تأملق. أنا بالعكس أنا أرأف بهؤلاء المساكين وأنصحهم نصيحة. يا شيوخ أهل السنة اللي يريدون يحمون نفسهم ويسلمون عليها، يا أخوان إيش جابكم على المنابر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو باطلا أو شرا، لا، قال فليقل خيرا أو ليصمت، يخيط حلقة، روح أنت. هذه مسؤولية، هذه الأمانة اللي قامت عليها السماوات والأرض. أنت تعرف ايش تسوي؟ أنت جاي تحرف الدين، وأنا قد تدمع عيني عليك، أنا ما جاي أهاجمك، أنا أعرف البير وغطاه، وأعرف الضغوط اللي عليكم، أعرف أن المعمم لابد أن يدفع ثمن حتى يصعد المنبر. هذا وضع حال أهل السنة في العراق وفي في الأحواز، في بلوشستان، في كردستان، كردستان إيران، في سوريا. أنا أعرف وأقدر، لكن أيضا في الوقت نفسه أنا أرأف بهذا الخطيب وأمثاله، أقول له اتق الله يا أخي، اتق الله، انزل من المنبر، لأنك أنت بهذا الفعل ترسخ ثقافة ستحاسب عليها أمام الله. هذا مو عذر والله أنت ضعيف، ما حد جابرك، لا رب العالمين نزل لك آية وقال لك لازم تخطب، وما قال لك والله يعصمك من الناس، ولا أحد كلفك وأجبرك. إذا أحد أجبرك واحد، أنت ترتكب معصية كبيرة، أنت تشيع أهل السنة، أنت تهدد بذلك الأمن القومي في كل الدول المجاورة وغير المجاورة. العراق هو الدرع، العراق هو الجمجمة. فلما انهار العراق شفتوا الدول دولة ورا دولة، دولة ورا دولة بدأت تنهار. يا أيها الخطباء، إما أن تصمدوا ولا تقولوا غير كلمة الحق، وإما
أن تنزلوا من هذه المنابر تعلنوا الإضراب. ما أعرف، أنا ما عندي فد برنامج معد. ولمن أعده لمن يأتيني ويقول تعال خلينا نتعاون، ولا أنا مو أوزع يعني صدقات لمن لا يسمع ولمن ما عندهم شغل وعمل كثير منهم، وحسيبهم الله لأنهم لا يفهمون بعضهم ولا يريدون أن يفهموا. ده نتكلم على الحقيقة. لما نقول علي رضي الله عن علي، يعني علي لم يخلق قائدا، علي مو قائد، علي ما عنده أي إنجاز، لم ينجز شيئا. وكل يعني باب خيبر هاي خرافة، وخيبر يا أخواني 13 حصن ترى، وقائد المعركة كان أبو بكر، قائد المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعمر، وعلي كان جنديا. علي كان جنديا وقام ما يقوم به الجندي، يعني لم يكن قائدا في حياته، لا عسكريا ولا سياسيا ولا سياسيا. لما قتل عثمان، الأمة قتلت في عثمان، كان هذا انقلابا. ماذا فعل علي؟ يعني بتصرفه هو أكيد ما يقصد التفرقة، لكن هو بتصرفه، لأنه هو مو شغل سياسة، مو شغل قيادة. طيب ماذا أنجز؟ ماذا بنى؟ تكلمون على الأمويين. الأمويين هم أهل الحضارة. الأمويون اللي تقولون عليهم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا دخل حتى كتب أهل السنة، التفسير الباطل أقصد لهذه الآيات. تقولون خير من 1000 شهر يحكموها بنو أمية، وتحسبون بس 90 سنة اللي حكموها بالشرق، واللي تعاون عليهم الثلاثي العلوي والعباسي طبعا في السلطة، والفارسي اللي يريد يسترجعون امبراطوريتهم. فأسقطوا الدولة الأموية، واستمرت الدولة الأموية بعد سقوط الدولة العباسية، استمرت 200 سنة، 1492. يلا انتهت الدولة الأموية. الدولة الأموية حكمت 8 قرون. هذه 1000 شهر، 8 قرون 1000 شهر. الدولة الأموية، والأمويون هم السادة وهم العظماء. الأمويون هم اسم بارز في أعلى هوية الإسلام. نحن لا نقبل بهذا. أيها المعممون، إما أن تقولوا كلمة الحق، وإما تغادروا مواقعكم، والله ما مكلفكم وحتى نعذركم. ترى المسبات والشتايم اللي هاي اليومين يشتمون بيكم الناس، ترى أنا شكرت المالكي، قلت له شكرا أيها المالكي، شكرا لأنك صحيت أهل السنة. أهل السنة صحوا. أهل السنة الآن في بعض المحافظات يلعبون شوبي في عاشور. ما كان هذا موجود قبل. هذا ردات فعل طبيعية للجماهير. يقول لك أنا جاي أذبح بهذا الدين، أنا جاي أذبح باسم الحسين، أنا جاي أذبح باسم عاشور. أنا يدخل للمساجد مالتي ويهينون إمام المسجد اللي هو رمز إلي في كل الأحوال، هو رمز إلي. لما يدخل واحد ويهينه، وين الحكومة؟ وين الحكومة؟ وينكم يا الوطنيون السنة قبل الشيعة؟ وين الوطنية؟ مساجد أهل السنة يدخل فيها. بالله عليكم لو دخل واحد من السنة، وإحنا السنة مو همج ما نسويها، لكن لو فعلناها ماذا يفعل يعني قوات الحكومة والحكومة بهذا الذي يدخل؟ ماذا يفعلون به؟ حكومة طائفية. وتريدون لازم نسلم. لا احنا لا نسلم ونحن مستبشرون والأمور إلى خير. احنا اليوم صاعد في سلم صاعد، أو أنتم صرتوا نازل في سلم نازل. أنا قبل حوالي يمكن 10 سنين أقل أكثر قلت اليوم الشيعة وإيران صاعد لكن على سلم نازل، وإحنا نازل لكن سلمنا صاعد. يعني الظروف اللي موجودة بدأت تتغير من ذاك الوقت. اليوم نقول لا، إحنا مستبشرين،
انتوا رايحين، احنا اليوم صاعد في سلم صاعد، وإيران نازل في سلم نازل، وشيعتها وذيولها مخدوعون. إن الزرازير لما طار طائرها توهمت أنها صارت شواهين، إن الشياعين لما طار طائرها توهمت أنها صارت شياطين. لا، ما توهمت، أنتم شياطين وليسوا شواهين اللي يدخلون المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. وجاي الخزي مو جاي الخزي، لا، الخزي جاء، والآن أنتم مصبوغون بالخزي من شيعتكم قبل السنة. العالم كله اليوم الأمريكي يشعر بالخزي. الأمريكي ما يرفع عينه أمام الأوروبي لما يقول له أنتم سويتوا بالعراق. العراق اليوم يزعزع نظام الحكم في أمريكا. العراق لا، هو مو الغصة مالت إيران مقتلها في العراق بإذن الله، وهذا اليوم ننتظره، وإنه بعون الله لقريب. كهم إلى حين وانتبه معي. استريح. نحن خطبة الجمعة معكم. رب تصريح رب تلميح أحقر وأشر من تصريح. هذا الشيخ يتكلم عن المسلمين. اتق الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من المتقين. أي واحد يمديه. اللهم إن متعتهم إلى حين. اللهم لعن يزيد بن معاوية. اللهم لعن يزيد بن معاوية. يبدو أن اللقاء سيطول، يعني فأحاول أن أختصر قدر الإمكان وأركز حديثي على أباطيل صيام عاشوراء. أخواني الفرس صنعوا التشيع بأباطيل بحيل. ترى ماجيك، يعني ماجيك جاي من كلمة المجوس، السحر. ماجيك باللغة اللاتينية أو الإنجليزية نسبة إلى المجوس، فهم معروفون بالسحر والتمويه والحيل والأكاذيب، وهذا طبيعتهم هذه. فهم يأتون دائما يتبعون المتشابهات ويماهون بينها. فالله تعالى بعث الرسول خاتما وأنزل القرآن. قالوا على القرآن محرف، حرفه الصحابة، وبيت الرسول أزاحوه ببيت علي، ضخموا بيت علي، ضخموه. والدليل على هذا أنه بنات النبي اللي الله ذكرهم بالقرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب النبي عنده 4 بنات، وين زينب، وين رقية، وين أم كلثوم؟ ما يذكرونها. المشكلة أنه منابر أهل السنة من يصعدون ويذكرون بس الخلفاء، بس 4، يعني دا يلعبون بثقافتنا، وما يذكرون غير طبعا الحسن والحسين وحمزة والعباس. يعني هي كلها حولوا الدين إلى بيت وأهل بيت. طيب وفاطمة البتول. طيب انتوا لو تذكرون الكل، طيب وين ابناء النبي؟ القاسم وابراهيم وعبد الله. انتوا لو تذكرون الكل لو تسكتون. اما انتوا ذاكرين نص وبخلي النص، معناه هذول النص ليسوا بذوي اهميه. هذا ما يصير. هذه ثقافه من زمان، من احنا صغار نسمعها ولقينا المنابر عليها وتضخم هذا البيت. عاشور شنو؟ عاشور هو تضخيم مقتل الحسين. هذا اليوم يقولون هو ب10 محرم، الله أعلم، منهم مدقق، منهم اللي حسب، منهم اللي أيا كان، ولو كان في يوم 10 محرم قتل.
رضي الله عنه. لكن تعظيم هذا اليوم بيش شلون يعظمونه؟ فجاءوك بحيلة وقالوا لك هذا اليوم اللي الله نجى فيه موسى والنبي أمر بصيامه وكذا كذا كذا كذا. طيب تعال أخواني خلينا نشوف. يروي البخاري عن سعيد بن جبير، وركزوا هنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ يعني ما يعرف هذا اليوم وبصيام هذا اليوم. قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصامه موسى شكرا لله. قال: فأنا أحق بموسى منكم، يعني لليهود، يعني سأل اليهود وجاوبوه، فصامه وأمر بصيامه. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه. يعني اليوم اللي وصل به النبي للمدينة يعني هو يوم 10 محرم. زين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. وأقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم لا ما قال الرسول هذا، هو لا صام عاشوراء. وتعالوا خلينا نشوفكم الاضطراب الشديد. والاضطراب معروف في علم الحديث، الاضطراب يعني ضعف الحديث المروي. شوفوا الاضطراب اللي بيه. الشيخان البخاري ومسلم يرويان عن ابن عباس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. طيب البخاري يروي بسنده عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. زين. هنا يقول ما حرص على يوم وما تحرى يوما يصومه مثل عاشوراء وشهر رمضان. الحديث الآخر اللي بالبخاري ذاك يرويه البخاري ومسلم، الحديث هذا الآخر اللي تلوته عليكم هذا يقول النبي كان يصوم عاشوراء حتى إذا فرض رمضان ترك صيام عاشوراء. هاي شلون يعني؟ هاي شلون؟ طبعا اكو ذول اللي ونجمع بين يجمعون، يعني يجيبون الشمس على الحجر ويحطونهم سوا ويقول لك إيه ترهم وياي يعني اكو ناس يشتغلون بالتوفيق، هو تلفيق. طيب في حديث ابن عمر أن النبي صام عاشوراء أول وصوله المدينة مهاجرا إليها من مكة. طبعا حتى هاي يكابرون، ماكو العقول المتحجرة يكابرون، يقول لك لا هو مو يعني هو مو أول يوم وصل، لا يعني بعد ما وصل بعد شهرين ثلاثة. ليش؟ تدرون ليش؟ هسه راح أقول لكم ليش. لا هو النص يقول أول ما دخل المدينة، يعني تركيب العبارة لا يفيد إلا هذا، يعني من وصل شافهم صايمين وقال ما هذا. زين. أما أنتم مو بكيفكم، لأن التاريخ يفضح هذا الباطل. لكن الناس ما تجرؤ، الناس لا تجرؤ. عندهم صحيح البخاري قرآن، ونحن نحترم صحيح البخاري بس مو قرآن. القرآن ولا حرف به خطأ، وفي البخاري أحاديث خطأ ومو صحيحة، وفي مسلم أكثر بعد. ونحن نتكلم بالعلم ولا نخاف، واللي يرفض مستعدين إذا عالم محترم ومعروف، مستعدين على أي قناة فضائية نقعد ونبين له الأحاديث الضعيفة في البخاري. ومو أنا أقول، العلماء يقولون أيضا. أجيب العلماء المعتبرين اللي قالوا هذا الحديث ضعيف في البخاري وفي مسلم، وأدلل عليه عن طريق اتباع قواعد علم الحديث وتطبيقها على الأسانيد وعلى المتن نفسه. زين. شوف، لكن هذا اللي يروى عن ابن عمر يعارض ما رواه مسلم
عن ابن عباس يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. هذا في صحيح مسلم، والنبي ما يدري، يعني هم قالوا له يلا. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني حتى نخالف اليهود والنصارى. أنا ما أدري عاد النصارى يصومون هم هذا اليوم لو ما يصومون. هنا هذا الحديث يقول اليهود والنصارى، المعروف والمشهور اليهود، ولا أظن كان في المدينة نصارى. المدينة ما بها نصارى، المدينة بها يهود، هذا موجود في مسلم. قال: إذا العام القابل جاء إن شاء الله نصوم يوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. زين، هذا شلون النبي ترك الصيامة من السنة الأولى، ترك صيامه، وهنا يقول لا، يعني بالسنة التاسعة وهو ما يدري، هو يوافق اليهود في صيامهم، يوافق اليهود في صيامهم. السنة ماتوا هو بس بالسنة الأخيرة يلا انتبه لهذا الموضوع. الناس قالوا له ورب العالمين سبحانه ما ينبه ويقول له، فصام 9 سنين هو يوافق اليهود. يا شلون تخلوا لي يعني هاي شلون تجي ويا هذه؟ زين، طيب أعطيكم حديث آخر وبعدني ما جاي على موضوع التلفيق. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. طلع بالجاهلية والنبي كان يصومه أيضا، لعد عليه من اجى المدينة استغرب وقال: شنو هذا اليوم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. هاي الحديث تقول استغرب. فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه. بالله عليكم هاي شلون؟ يلا هاي شلون؟ مو لهالدرجة الأدمغة متحجرة وما جاي تفتهم. زين، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هسه طلع النبي صائما، ما سأل ولا يعرف هذا يوم، يعني يجوز سأل ليش اليهود صايمينه، يعني ربما يعني احنا هم نريد نوفق، لا بأس يعني، مو بس هم يوفقون، واحدة عن القضية مفتوحة مشرعة، وليش ما احنا أيضا معاذ الله. طيب تعالوا شوف المفاجأة اللي في البخاري. أنا كله بخاري ومسلم. ويفاجئنا البخاري بما يرويه عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة، وذاك أيضا عن عائشة في صحيح مسلم قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. وين المفاجأة؟ المفاجأة أن العرب ما كانوا يكسون الكعبة في يوم العاشر من محرم، بل يكسون الكعبة في ذي الحجة. هو الكعبة يعني هم يروحون المحرم يكسونه بعد ما يخلص الحاج. وإلى اليوم شو كنت تكسى الكعبة؟ وإلى اليوم تكسى الكعبة، غير لما يجون الحجاج يستقبلونها بكسوة جديدة. لا، أنا في صحيح البخاري يقول لك هذا يوم يعني كانت تستر فيه الكعبة. طيب النبي جاء وشافهم يصومون وصام، أو صام سنة ثانية لأنه يجوز كان مفطرا، يعني الأحاديث مضطربة في هذا. وحديث يقول في مسلم يقول لا، هو يوم السنة التاسعة، السنة التاسعة قالوا له يابا ترى اليهود والنصارى يصومون. شوف هذا واضح الحديث منه. واحد ما يعني مو يقول خالفوا اليهود والنصارى، خلى النصارى، هي اكو نصارى بالمدينة، مبين من المتن. على أي حال قال: إذا بقيت للسنة الجاية أصوم التاسع على مود يخالفهم. طيب وجدت السنة القابلة وكان النبي متوفى، كان النبي متوفى. زين هاي شلون يعني هناك ترك وهنا خالفوا اليهود والنصارى وبعدين ما عاش؟ طيب إذن هو يعني لما جاء رمضان لم يتركه، إذن
وظل يصومه إلى يوم إذا السنة التاسعة قال لا راح أصوم التاسع السنة الجاية، لأن يبدو حتى نخالفهم، يعني يبدو اليهود والنصارى يصومونه، فحتى لا نشابههم. وأنا أسأل، يعني أنا أسأل، هو بأي شهر النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة؟ بأي شهر وأي يوم؟ كل التواريخ تقول وصل المدينة، وصل قباء يوم 8 ربيع الأول. يوم 8 ربيع الأول، يعني عندنا محرم ما إجا بي كان في مكة، وعندنا صفر ما إجا بي كان في مكة، فهاجر في آخر صفر، هو وصل في 8 ربيع الأول. إذن عليه شي خالف اليهود والنصارى، واليهود كانوا صايمين حسب ما تقول الروايات، صايمين في محرم. النبي ترى ما راح المحرم، ترى النبي إذا هذه الأحاديث صحيحة هو صام 8 معناه ربيع الأول. طيب أنتم تقولون محرم ولازم نصوم التاسع والعاشر، وبعضهم يقول بعد 11 بعد أفضل، يعني قالوا تاسعاء وقالوا عاشوراء وحادوعاء، ما قالوا، ما أدري ليش، يعني هذا شنو يعني؟ يقول لك أفضل صيامه هن 3 أيام، حتى فد مرة تخالفهم. وأنا أقول لكم أصلا 1 محرم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما وافق صيام اليهود، صيام يوم الغفران ما وافقه. وكل الأدلة طبعا 8 ربيع الأول حتى بالتوقيتات الفلكية، يعني أبو الريحان البيروني هذا معروف من كبار علماء الفلكيين وعلماء الفلك والرياضيات، اللي توفى سنة 440 هجرية، عنده كتاب اسمه الآثار الباقية من القرون الخالية. هذا فلكي عظيم، حسب حساباته وأثبت أن النبي فعلا وصل المدينة يوم 8 ربيع الأول. محمود باشا الفلكي العالم المصري اللي توفى سنة 1885، يعني في نهايات القرن 19، في كتابه التقويم العربي قبل الإسلام أيضا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة يوم 8 ربيع الأول. وكل الكتب التاريخية اللي تذكر هجرة النبي بالاتفاق أنه النبي وصل 8 ربيع الأول. فإذا أنتم تريدون تصومون، النبي المفروض النبي صام يوم ربيع الأول، 8 ربيع الأول. فما جاي نفتهم، النبي صام بربيع الأول، اليهود كانوا يصومون 8 ربيع الأول. يفهمونه يعني اليهود ولا أي علاقة ما لهم بالأشهر العربية ولا الأشهر الشمسية. اليهود عندهم تاريخ آخر يصل إلى حد استحالة التوافق بيننا وبينهم. أبدا أبدا، هذا ربما إلا صدفة، يجوز كل كم ألف سنة يجوز هيك بالصدفة يعني يتوافق. أما أن إحنا لا نصوم التاسع حتى ما نصوم وياهم يوم هم ما يصومون يوم 10 محرم ولا يعرفون محرم، هو يصومون يوم 10 تشري، شهر تشري، يوم 10 تشري. و10 تشري هذه بتوقيتاتهم هاي تتراوح بين أواخر أيلول وأوائل تشرين الأول، هاي دائما. والتوقيتات يعني لو نجي نتكلم بالتوقيتات، يعني ناخذها مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 10 تشري كان يوم 8 ربيع الأول، كان في يوم نزل النبي في المدينة،
زين. حرب تشرين احنا نذكرها سنة 73، هو كان يوم الغفران، هو هذا اليوم اللي يصومون اليهود. ولهذا الهجوم المصري السوري، المباغتة اللي كانت انه هم اليهود كانوا صايمين وكان يوم عطلة يعني عندهم، فهاجموهم. اي يوم من الاشهر العربية كان؟ 10 رمضان. حتى ان الروائي الجيلاني او كذا مصري عنده روايات، منها رواية رمضان حبيبي، رواية قرأناها واحنا صغار بالمتوسطة في ذلك العهد يعني. كان في رمضان، في 10 رمضان كان 10 تشري. زين. سنة 20 أنا أول مرة تكلمت عن صيام عاشوراء وبطلانه. ذيك السنة كان يوم الغفران يوم 28 أيلول، ووافق بالأشهر العربية 11 صفر، مو بحرام. يوم الغفران هاي السنة انتظروا، يوم 25/9 راح يجي. روحوا شوفوا يا يوم راح يكون يوم 10 ربيع الأول. 10 ربيع الأول انتوا على صايمين 3 أيام أو صايمين يوم، ما يتوافق، هذا ما يتوافق، أبشركم ما يتوافق. وهذا يراد له يعني بيان التوقيت اليهودي. بعدين خلي أقول لكم فد شيء، والله الجهل موهبة يبدو، العقول مخدرة، ما حد يبحث. يعني أنتوا يا شيوخ الدين ما تبحثون، يعني هيك يعني الله تعالى ذم من يخر على آيات كتابه أصم أعمى. يا أخوانا هذا مو آيات كتاب يتخرون عليها، ليش هذا الخرور؟ يعني اليهود يصومون يوم 9 و10. أبشركم وأقرأ عن صيام اليهود يصومون يوم 9 و10. يوم 9 تشري يصومون آخر ساعة من يوم 9 ويكملون إلى مغيب يوم 10 تشري. الحديث طويل ويبدو ما أقدر، فأخواني أنا أكتفي بهذا القدر، وربما أكملت في محاضرة أخرى. صيام عاشوراء باطل وما موجود، بدعة في الإسلام. صيام عاشوراء بدعة في الإسلام، مثل صيام 6 شوال، 6 أيام من شوال، هذا أيضا بدعة من البدع. ما النبي ما قال، هذا حديث مدرج يسمونه. يعني واحد اجتهد قال نصوم 6 من شوال، هو شلون قاسها؟ قاسها شهر رمضان 10 أشهر، يعني إذا تضاعف الحسنة بعشرة أمثالها، فهاي 10 أشهر أنت صايم، مو شهر واحد. إيش بقى يراد لك 60 يوم، فصوم 6 أيام. هو مو النبي قال، اجتهد اللي تكلم بالموضوع، اجتهد وقال نصوم 6 من شوال. هو اقتراح يعني من واحد، مو النبي. هاي الأمة كلها صوم 6 شوال. أخوان صوموا 6 من شوال، 6 من ذي القعدة، 6 من ذي الحجة، 6 من ربيع الأول، أي 6 أيام فرقهن على السنة، مو إلا 6 شوال. والناس خطية يعني إلا 6 شوال. ياما بدعوا. ليش؟ لأننا ساوينا البخاري ومسلم بالقرآن وخلص انغلقت عقولنا. وإن شاء الله نحن قادمون على فتح العقول وعلى فتح القلوب وعلى فتح دعوة الإسلام إلى الأمم. والسلام.